احنا اتكلمنا عن الفايبروميالجيا، عن الألم وعن الأعراض وعن ازاي تتكيف وتتعايش معاها. بس كان في حاجة كنت عايزة أختم بيها من أول يوم. ربنا عمره ما بيدي حد حاجة أكبر من طاقته، دايما بيديك الأدوات والقدرة إنك تكمل وتتغلب على أي حاجة. انت بس ما بتبقاش حاسس أو عارف لغاية لما الحاجة دي تمر وتلاقي نفسك قدرت. كل اللي بنمر بيه هو اختبار صعب بس انت قدها. في تسجيل جميل جدا للدكتور مصطفى محمود، اسمحوا لي أشغله لكم. كان بيتكلم فيه عن قد إيه مر بآلام وعمليات وتعب، وبالرغم كل ده كان شايف إن الألم مش نهاية، كان شايفه إعداد وتهيئة لحاجة أحسن. كلامه لمسني قوي وبيمس أي حد تعبان. اسمعوا كده. ده يدلك فعلا يمكن 22 عملية جراحية جسمي ترميمات كلها، فأنا طبعا بشكر ربنا عليها. لكن الحمد لله ربنا يديك الصحة وربنا يديك الصحة. الحمد لله. فأنا بقول إيه، ده يدلك فعلا على إنك أنت في وسط المحنة ما يصحش تتشائم، هي لها معنى هتعرفيه بعدين. فاستني، سواء كانت مرض، سواء كانت مشكلة في الحياة أو فشل أو مش عارف إيه أو عدم نجاح في الزواج أو كل دي مسائل هتعرفيها بعدين، ما تستعجليش. وكل ده لمصلحتك، لأن ربنا بيختار لك أحسن الاختيارات دايما. لكن يقتضي الأمر أحيانا بعض التأديب، يفرغك شوية عشان تفكري الحاجات دي كلها، عشان يستخرج أحسن حاجة فيك. أحيانا الحاجات الجواهر دي ما بتطلعش إلا ما تتفتح الحاجة بالتشريح بقى عشان تطلع الجوهرة المستخبية. فهي دي الآلام الشديدة هي اللي بتعمل الجراحة دي، وتطلع منك بقى إيه الجوهرة المكنونة. وانت جوه التعب بتحس ان دي أسوأ حاجة في الدنيا، انك لوحدك وان محدش فاهمك وان الحياة وقفت عند اللحظة دي. بس الحقيقة ان الخير جاي، وان اي حاجة بتحصل هي خير، مش يمكن خير، ولا لو خير هي خير. حتى لو مش شايفينه دلوقتي هنشوفه بعدين، ولو وثقت ان ده خير هتلاقيه بقى خير. ويمكن بعد سنين تبص لورا وتبتسم وتقول انا عديت من ده ازاي، وازاي ده طلع بداية حاجة احلى بكتير. اللي جاي إن شاء الله أحلى، بس محتاج منك شوية صبر وشوية إيمان، وربنا يشفي كل مريض ويخفف عن كل حد بيتألم. أنا حقيقي مبسوطة جدا إني قدرت أشارك معاكم تجربتي دي، ويا رب أكون قدرت أفيد أي حد فيكم، حتى ولو بمعلومة صغيرة أو كلمة شجعتك وخلتك تبص للصورة بشكل أوضح وأهدى. وإن شاء الله دي مش آخر حاجة.